السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة ويا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ويا ريت اللي يشوف الفيديو ويعجبه القناة بتاعتي يا ريت يدوس على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، ويدوس على كلمة الكل علشان يوصلوا مني كل جديد، ويوصل لك إشعار مني كل فيديو جديد بنزله. وتدوس اللايكات عشان الفيديو يترفع بيكم يوصل لكل حبايبنا. وهنا دخلت على غرفتي الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده، ودي البلكونة هعمل فيها تنظيف عميق برضو زي ما انتوا شايفين. اول ما بخش من باب الغرفة هتراجعوا الفيديو وتشوفوا دخلت من باب الغرفة، وطبعا الفريزر ورايا على طول زي ما انتوا شايفين كده. دي البلكونة مليانة تراب، فهنضفها واشيل كل حاجة منها كده اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، ادي هشيل السجاد وهشيل كل حاجة في الغرفة وانضفها. بس الاول ببدأ من البلكونة علشان مش اعمل التراب اللي في البلكونة ما يعملش معايا طين ويبهدل الدنيا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، طبعا البلكونة فيها مصرف كده مية او بلاعة، فبكب مية، بجيب جردل كده واكب مية بيه على الحيط وعلى كله واشد بالمساحة. خليتها تلمع زي ما انتوا شايفين كده، ولسه المية فيها ما نشفتش زي ما انتوا شايفين اهو. بجيب لكم برضو شكلها. وادي الغرفة علشان لو ما كنتوش شفتوها في اول الفيديو اهي. الفريزر ورا الباب على طول في ظهر الباب. وادي البلكونة ظبطتها وقفلت البلكونة برضو عشان ايه الصوت. وادي الغرفة بتاعتي هشيل كل حاجة واظبطها معاكم، ونرص الدولاب ونفرش السرير مع بعض ونظبط الدنيا معانا كده. بس مش هظبط الدولاب كله، هظبط المفارش والفوط والمصليات، وبكده هيكون اوضتنا يعني هي راقت شوية. وكل يوم هاتيلك ضرفة من الدولاب وطبقيها واعمليها وهتحسي الدنيا برضو هديت معاكي شوية بدل الكركبة. هنا زي ما شفتوا بوريكم برضو الفريزر مكانه فين والدولاب فين والتسريحة فين اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين، هو في الاول كان هنا الدولاب والتسريحة كان مكان الدولاب، فغيرنا النظام وبقى هو ده. قولوا لي اعمل ايه لو حبينا ارجعها تاني مكان الدولاب واخلي الدولاب مكانها عادي، مش في اي مشكلة. بشيل المفرش هنا بقى وما كانش في حد معايا يصور وكده، فكنت ماسكه بايده وبصور بايده. والحمد لله ربنا المستعان. الحمد لله، يا رب يقوينا ويقوي كل المسلمين وينصرنا يا رب على من يعادينا. بشيل معاكم المفرش اهو. بنفض برضو السرير من اي حاجة عليه، حبة اندومي، حبة حاجة، اي عيل من العيال كل على المفرش حاجة، وبغير المفرش وبجيب المفرش ده زي ما انتوا شايفين اهو. وبفرشه كده على السريع زي ما انتوا شفتوا اهو. قفلت الكاميرا طبعا وفرشته كده مع نفسي. وبجيب ضرفة من الظرف اللي انا قلت لكم عليها، او رف من الرفوف اللي انا قلت لكم عليه، وبحطه على السرير وببدأ اطبق كده مع نفسي واحدة واحدة كده وبالراحة اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بس مش كنت مالكة برضو لاني بصور بايد وبطبق بايد، فياريت تشجعوني علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واشجع واطول لكم مدة الفيديوهات. فياريت تشتركوا وتفعلوا اللايكات علشان الفيديو يترفع ويجيب مشاهدات. واكمل الشروط بتاعت الايه القناة زي ما انتوا شايفين كده. بطبق معاكم التطبيقة اللهم صل على النبي الفوط العادية، وبعمل لكم الحركة دي برضو لو انت لسه عروسة وحابة تطبقي كده زي ما انا بعمل. التطبيقة اللي هي فوطة جوه فوطة، زي تطبيقة العرايس الجداد اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شفتوا بتطبقي الفوطة وحطي عليها فوطة بس من الطرف وتطبقيها عادي. ودي التطبيقة العادية خالص بتاعت ان البنات العادية لو قدمت شوية، لو لسه برضو عروسة، في ناس بتعملها لغاية الآن. أسهل تطبيقة وأسرع تطبيقة. زي ما انتوا شفتوا بقى هشيل السجاد خالص علشان أكنس وأفرش السجاد تاني وعلشان أمسح برضو. وهسيب لكم برضو صوت المقشة وصوت الحركات، في ناس بتحبها برضو، وأسكت شوية علشان تسمعوا النظافة.
زي ما انتوا شفتوا كده يا بنات، جبت المقشة وكنست من جميع الغرفة، جميع الزوايا اللي في الغرفة، وجبت المساحة دي او الموب دي، وبدأت ألمع بيها السيراميك. هو نظيف بس في حاجات كده، في نقط كده متسخة، في حتت كده متسخة، فبدأت ألمع بيها كده على السريع علشان تنضف معايا. وطبعا كنت بقفل الكاميرا علشان لازم ادوس جامد علشان اوصل مثلا لو بقع في الارض او كده، لازم الموب ديت توصل ليها، مش على الماشي كده وخلاص. وجبت هنا معايا قماشة وبدأت ألمع بيها التسريحة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وكان برضو عليها كمية تراب رهيبة، هتشوفوا معايا وانا بلمعها، وهتشوفوا التراب برضو، لان الغرفة دي على بلكونة وعلى شارعين يعتبر، فالتراب بيجي فيها بسرعة خالص. حتى البلكونة يمكن كل يوم، لو حبيت ان انا امسحها كل يوم مش هتقول لا، فلازم الحركة دي تعمليها، يعني ممكن تعملها كل اسبوع، بس المفروض عندي بالنسبة للتراب اللي بيجي فيها على طول ده كل 3 ايام. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت ألمع واشيل التراب منها، لان التراب فعلا كان مال التسريحة وبيظهر على الخشب البني ده كتير. شايفين التراب، شايفين بقى، شايفين الفرق، وشايفين النظافة بتبان ازاي، والطاقة الإيجابية بتظهر ازاي. شلت السجاد طبعا ودي فرشته هنا، فضته وحطيته في الشمس شوية، وجبته فرشته تاني اهو ولمعت. شوف التلميعة الحلوة دي. وجبت هنا بقت الحافظة ديت، حافظة خفيفة كده صيفي، جبتها وفرشتها هنا. كان في هنا سجادة الأول، ولو رجعتوا الفيديوهات القديمة يا حبايبي هتلاقوا ان كان في سجادة هنا تانية تقيلة شوية، انما ديت حافظة صيفي كده خفيفة بتتحط فوق السجاد، بس انا حطيتها على السيراميك. زي ما انتوا شايفين رتبت كل حاجة، ومسحت طبعا الفريزر، وقفلت الشباك، بس سبت الازاز ده، سبته موارب شوية كده عشان ايه، يدي يروح للأوضة كده ويدخل شوية هوا. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي، لمعتها وظبطتها، وادي السقف اهو نضفت برضو، وادي الغرفة بقت فلة و10 على 10. وحاطة البطانية دي هنا كده علشان يا حبايبي انا من النوع اللي بسقع بالليل. وبهنا بيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لك مني كل فيديو جديد بنزل.